كنتم بها تكذبون؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ هذه هي الحقيقة أيها الأحبة الكرام. بشكل مختصر، هذه الدنيا إلى زوال، لا خلود فيها ولا استقرار، تتقلب بأهلها فهي قلة، كلما تقلب ليل أو نهار تبدل الحال من حال إلى حال. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بهذه الحقيقة في قوله: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. القبر الذي نراه ونقف عليه ونمر به ونحمل الأحباب إليه، وغدا نحمل على الأكتاف لنودع في أطباقه. هذا أفظع منظر، هذا أقسى المناظر وقعا على القلوب. هذا المنظر الذي نريد أن نغيبه عن أنظارنا، عن أبصارنا وبصائرنا في زحمة الحياة وتفاصيل الحياة. يقف أمير المؤمنين عثمان على القبر فيبكي حتى يبل لحيته، فيقولون له: يا أمير المؤمنين، تذكر عندك الجنة والنار فلا تبكي مثل هذا البكاء؟ فيقول: نعم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أهون، ومن لم ينج منه فما بعده أهون. نسأل الله العفو والعافية. هذه القبور التي وقف عليها علي رضي الله عنه، هذا الطاهر الحكيم مفتاح مدينة العلم في هذه الأمة، خاطب أهل القبور فقال: يا أهل القبور، أموالكم بعدكم قسمت، ودياركم بعدكم سكنت، ونساؤكم بعدكم تزوجن غيركم. هذه أخبار ما عندنا، فما أخبار ما عندكم؟ ثم سكت وقال لمن معه: والله شاء الله لهم أن تتكلموا، لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. كن من المتزوجين بالتقوى، كن من المتأهلين للقاء الله، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر أم تكون من أهل القبور؟ نسأل الله العفو والعافية. هذه الحقيقة التي نتناظر عنها في ضمن تفاصيل الحياة. تمر بنا الأيام والأسابيع والشهور والسنون، فلا صدق ولا صلى، ولكن
وأن هذا السفر يمضي بك إما إلى جنة وإما إلى نار. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم هم الناجون وإنهم هم الفائزون. وإن من كان من أهل لا إله إلا الله في الدنيا كان من أهل جنته ورحمته في الآخرة. أيها الحضور الكرام، بارك الله فيكم وشكر سعيكم، وأخص بالشكر الإخوة الضيوف، جزاكم الله خيرا، وجعل العزاء لكم ما فيكم، أعظم الله أجركم. إن مصابنا جلل، نفقد أخا كريما، نفقد شابا عرفناه بحسن الخلق، وحسن الخلق أكثر شيء في الميزان يوم القيامة. نعم، حسن الخلق أكثر من قيام الليل وصيام النهار إذا كان متطوعا. فاحرصوا على حسن الخلق أيها الأحبة الكرام. عرفناه بحسن خلقه وطيب معشره، فالله نسأل أن يبارك حسناته وأن يغفر له سيئاته وأن يتجاوز له عن خطاياه. باسمكم جميعا أتوجه لإخواني الإخوة الأعزاء الكرماء ولأبنائه الطيبين، نسأل الله أن يبارك فيهم، ولأهله جميعا نتوجه إليهم بالتعزية. عظم الله وأجزل ثوابكم ورحم ميتكم، أنزله الله منازل الصديقين، وحشرنا وإياه في ظل لواء سيد المرسلين، وجعلنا وإياه وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. أيها الأحبة الكرام، أختم وإياكم ثواب القرآن بسورة اليوم ولسائر أرواح المسلمين. ذكر العزاء بالأمر سيكون في صلاة الرئيس إن شاء الله. وكما تعودنا أيها الأحبة الكرام، هذا موقف المسامحة بالحقوق المادية والحقوق المعنوية. والحقوق المادية بالتأكيد للإنسان أن يطالب بها، وقد أخبرني أهله وإخوانه ومحبوه بأن